ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ النهارده جيت لكم بفيديو جديد. فيديو النهارده هو ازاي نذاكر في رمضان، وايه هي المواعيد اللي تركيزنا هيكون فيها عالي. فلو انتم من الناس اللي محبطين مش عارفين ازاي هيذاكروا في رمضان ودي اول تجربه ليهم، فالفيديو ده ليكم وهعرفكم ازاي تذاكروا وايه المواعيد المناسبه ليكم. ولو انتم من الناس اللي حابين انكم تدخلوا شهر رمضان بمذاكره لان تركيزكم هيكون فيه عالي، وطبعا ده شهر هيبقى كله عبادات وحاجات كده، فهيساعدنا اكتر على المذاكره. فبرضو الفيديو ده ليكم. النهارده هقول لكم ازاي ننظم وقتنا ما بين المذاكره وما بين العبادات. فلو انتم مش مشتركين في القناه ما تنسوش انكم تشتركوا وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وكمان تضغطوا لايك. وبس كده، يلا بينا نبدا على الفيديو. اول حاجه في رمضان التودو ليست اللي انتوا كنتوا بتعملوها كل يوم في الايام العاديه هي نفس التودو ليست اللي انتوا هتعملوها في رمضان. يعني برضو اول ما تصحوا كده في رمضان هتكتبوا الاعمال اللي عليكم في اليوم كلها في التودو ليست عادي جدا، طبعا مع اضافه قراءه القران لان احنا طبعا لازم نختم القران في رمضان ده، وانا هختمه باذن الله. ربنا يقدرني على ده. وكمان انتوا لازم تحطوا في نيتكم ان انتوا تختموا القران. اما بقى بالنسبة للستادي بلان فهي اللي هتتغير خالص في شهر رمضان، ولو انتم من الناس ما بتعملش ستادي بلان اصلا فدي هتكون فرصة حلوة ليكم انكم تبدأوا الستادي بلان ابتداء من شهر رمضان، وهي بتنظم يومكم وتبقى حاجة جميلة جدا. ولو انتوا كنتوا ناس بتسهر بقى من ساعة بقى المغرب لحد يوم الساعة 12 تاني يوم، لو في ناس كتير بتعمل جد كده بتفضل سهرانة لحد تاني يوم الساعة 12، ده ما ينفعش خالص نعمله في رمضان ده لان هيبقى علينا دروس. يعني انا مثلا دروسي بتبدأ من الساعة 1، ما ينفعش ان انا افضل سهرانة من الفجر لحد الساعة 12 الصبح خالص. يعني مثلا انا يعني هذاكر من اول الفجر لحد كده الساعة 6، يعني اول ما خلاص اصلي الفجر لحد الساعة 6 دي هتبقى مذاكرة. وبعدين اول الساعة 6 ما تيجي هبدأ ان انا اخش انام عشان اصحى الساعة 12، هيبقوا عدد ساعات حلوين في النوم، وده لاني مش هنام تاني في اليوم. وعشان ابدأ بقى ان انا اقوم واروح الدروس. دلوقتي بقى هنشوف ازاي هننظم الساعات بتاعة المذاكرة بتاعتنا. اول حاجة يلا اعملوا ستوب للفيديو وروحوا جيبوا ورقة وقلم، قسموها كده زي ما انا ما بقسمها بالمسطرة ل4 اجزاء. اول جزء هتكتبوا فيه من بعد الفجر، يعني انتوا يومكم هيبدأ امتى؟ يومكم هيبدأ من بعد الفجر، ده يوم جديد يعني. هتبدأوا تكتبوا في اول جزئية خالص كلمة بعد الفجر. بعد الفجر اللي هو مثلا هتصلوا مثلا الفجر وكده، كنوا خلاص شربتوا وصليتوا الفجر، تبدأوا بقى تقعدوا عشان تذاكروا. مثلا قولوا كل قبل ما تصلوا الحاجات دي هتبقى لحد الساعة 4 كده، مثلا من 4 ل6 تقعدوا تذاكروا. تاني جزئية هتبقى النوم، وكمان قسمت جزئية النوم كمان حتة ليها الدروس ومرحلة الفطار وبعد التراويح. دلوقتي بقى يلا عشان نبدأ نملى الخانات دي ونشوف احنا هنعمل فيها ايه. دلوقتي بقى قسمتوا الكشكول بتاعكم للأجزاء، هنبدأ بقى نملى الأجزاء دي ونشوف عدد الساعات اللي هنذاكرها ومن امتى لامتى وكده. طيب بالنسبة لبعد الفجر وده هيكون بداية يومكم، هتبدأوا مثلا يعني بعد ما خلاص صليتوا وبطنكم خلاص كده يعني بدأت تستريح شوية من المية اللي انتوا ربحتوها يبقى من الساعة 4 لحد الساعة 6 هتبقى مذاكرة. هي مش عدد كتير ولكن هيذاكروا فيه كمية كويسة لو ذاكرتوه بتركيز. يعني من 4 ل6 مش قليلين، هما ساعتين بس تذاكرون بتركيز هتبقى كويسة جدا. النوم بقى هيبقى من الساعة 6 لحد الساعة 12. طيب ليه؟ عشان تكونوا ذكي او نمتوا عدد الساعات بتاع البني ادم الطبيعي اللي هما 8 ساعات، وعشان تقدروا تستعيدوا بقى ذاكرتكم وتركيزكم وكل حاجة عشان تروحوا الدروس. انا دروسي بتبدأ من 1 فهبدأ ان انا اجهز لها من 12:30 وبتخلص على الساعة 4، برضو لازم نكتبها. مرحلة الفطار بقى ممكن انا اقعد شوية بعد ما ارجع من الدروس قبل الفطار ان انا اقعد اذاكر، يعني مثلا قولوا من 5 ل6 كده، وطبعا من 6
ل7 او من 6 ل8 هتبقى كلها ان احنا بناكل وبنأنتخ وبطننا بتتملي وبنبقى هنفرقع. فانتوا ممكن تقعدوا شوية تتفرجوا على رامز جلال وتاكلوا حاجة حلوة من الساعة كده 7 لحد الساعة 9. ماشي، نقول ماشي من 7 ل9، وكمان تقعدوا مع اهلكم شوية. وكده اجمالي عدد الساعات اللي هتذاكروها في يوم رمضان هتبقى 8 ساعات على الاقل. يبقى دلوقتي يا جماعة هنقسم المواعيد اللي احنا هنذاكر فيها في شهر رمضان. يعني مثلا احنا هنبدأ كأننا يوم جديد، مثلا بعد الفجر من مثلا الساعة 4 كده لحد الساعة 6. ده هيبقى وقت للمذاكرة، وهتبقى يعني هيبقوا ساعتين، بس ساعتين بتركيز اللي هو بعد ما تصلوا الفجر وكده. وتاني حاجة بقى اللي هو النوم. يعني اول ما الساعة ما تيجي 6 كده تناموا من الساعة 6 لحد الساعة 12، بحيث تكونوا نمتوا 8 ساعات. وهيبقوا 8 ساعات كويسين بالنسبة لكم، لانكم السنة دي احنا علينا دروس وكده، فهتصحوا على 12 كده. انا بالنسبة ليا دروسي بتبدأ من الساعة 1، فهبدأ ان انا اجهز من الساعة 12:30، ودروسي بيبقوا ورا بعض وكده، فممكن اخلص على من 1 كده ل4. ف يعني بروح المدة دي كده برا، ببقى برا. فدي مواعيد الدروس بتاعتي. طبعا هرجع قبل مستريح شوية، ممكن انام ساعة كده، وبعدين اقوم ابتدي اجهز مع ماما الفطار لو هنعمل عصير او كده. وبعدين ده ممكن كمان اقعد اذاكر نص ساعة او ساعة كده، هتبقى مراجعة عشان لو عليا دروس بكرة. وطبعا من الساعة 7 ل9 دول فطار، وطبعا هتتفرجوا على رامز جلال. وبعدين هتروحوا بقى، هتبص تلاقوا وقت التراويح، الوقت بيجري بسرعة في رمضان. هتبص تلاقوا صلاة التراويح جات، هتبدأوا ان انتوا تنزلوا عشان تصلوا في المسجد. ما لغوش صلاة التراويح السنة دي، وصلاة التراويح هتبقى عادية جدا، بس هتبقى ساعة واحدة بس. فهتنزلوا في المسجد عشان تصلوا صلاة التراويح. وبعد ما ترجعوا بقى مثلا من الساعة 10 لحد الساعة 2 تقعدوا تذاكروا. يعني كده هنكون دخلنا في الإجمالي هتبقى ذاكرنا كده 4 ساعات بتاع التراويح، وساعتين اللي هما بعد الفجر، وساعة. يعني بصوا هتبقوا داخلين في 8 ساعات في اليوم الواحد مذاكرة. اظن دول كويسين جدا في انكم تعملوا الحاجات اللي عليكم، وكمان تذاكروا الحاجات الجديد وتراجعوا. ف8 ساعات في اليوم، واوقات كمان انتوا على حسب ما تنظموا التنظيمة بتاعت يوم بتاعكم، لان رمضاني غير رمضانك غير رمضانها غير رمضانات ناس كتير جدا. فكل واحد هيحدد مواعيد نومه، وبناء على ذلك هيشوف المواعيد اللي هو هيركز فيها. طبعا اول يوم ده هنبقى لسه بنجرب، هتبقى تجربة ونشوف احنا ايه الوقت اللي احنا مركزين فيه، الوقت اللي احنا فيه تركيزنا عالي. فهو ده اللي هنختاره، وبناء على اليوم الاول هو اللي هيحدد. باذن الله هبقى اعمل لكم فيديو روتيني اليوم كامل في رمضان، من مذاكرة بقى وفطار وعبادات وكل حاجة. بس بإذن الله هيبقى أول أو تاني يوم رمضان، بس ما اعتقدش أول عشان هبقى في البلد وكده. بس هعمل لكم فيديوهات في رمضان كتير، يا رب تعجبكم، ويا رب تكونوا استفادوا من الفيديو ده. بجد يا جماعة انا متحفزة جدا ان انا ادخل شهر رمضان ده ومذاكرة وكده، وكمان هعمل لكم فيديوهات كتير وهقول لكم فيها ازاي هذاكر، وايه المواعيد اللي هاخدها مراجعة، وايه المواعيد اللي هاخدها حفظ وحاجات، وايه المواعيد اللي هحل فيها الواجب واذاكر فيها الحاجات الجديدة. فانتظروني في رمضان. وبكده الفيديو يكون خلص. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش شير ولايك واشتراك في القناة. كانت معاكم اسراء من قناة اسراء كينجدم. يلا باي.